مساء الخير. أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل الكسكسي بالمسخ. أكلة كده إحنا جبناها من المغرب العربي على فلسطين، وأنا عملت لهم كده خلطة مع بعضيهم وطلعوا الأكلة التحفة دي. الأكلة دي أنا ابتكرتها من سنين وبعملها في العزومات عندي دايما. لو جربتوها هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها اني هجيب فراخ وهسلقها وهفصصها كده زي ما انتوا شايفين لقطع صغيرة وهشيلها على جنب. حلة على النار احط فيها شوية زيت زيتون كده، وهجيب الكسكسي وهحطه في الحل على زيت الزيتون. هنقلب نخلط زيت الزيتون في الكسكسي بتاعنا كده كويس قوي اهو، لما احس ان كل حبايه بقى عليها زيت زيتون او شربت زيت زيتون، والنار هاديه جدا واحنا بنقلب كده واحده واحده، مش مستعجلين خالص. خلاص حسيت ان الكسكسي اتشرب كله، هاخد بقى شوربه وابتدي احط كده شويه بشويه، مش هحط كل الشوربه مره واحده، حبه بحبه كده. طبعا الشوربه فيها كل التوابل والبصل والحاجات الحلوه اللي احنا حاطينها فيها، شوربه الفراخ اللي احنا سلقناها مسبقا، وهنسيبه كده شويه على نار هاديه جدا اهو، ونغطيه كمان. كل شويه بفتح الغطا واقلبه كده واشوف هل هو محتاج شوربه كمان ولا لا. انا هستنى شويه، طبعا هو محتاج تاني، فانا هستنى شويه كده وبعدين احط له شويه شوربه، وبعدين هطفي عليه وهسيبه شويه كده على البخار بتاعه يستوي، وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. هنطفي بقى ونغطيه ونسيبه. اجيب صينيه وتكون واسعه شويه، هحط فيها كميه بصل محترمه، يعني مثلا نص كيلو بصل، كيلو الا ربع بصل، وهحط عليها برضو شويه زيت زيتون كده حلوين. هقلب البصل كده لغايه لما احس ان هو دبل خالص. احط له ملح حسب الرغبه طبعا، شويه فلفل اسود مش كتير قوي، معلقه صغيره 7 بهارات. انا بحب اضيفها، ممكن تستغني عنها بس هي بتدي طعم لطيف قوي. هنقلب كويس ونسيبه يدبل بقى براحته. البصل عندي دبل كويس قوي، احط بقى السماق، احط سماق كده كويس، يعني انا حاطه اهو 3 معالق كبار، وهنقلب حسب بقى ما يديكي اللون الحلو. انا بحبه يبقى غامق كده، هقلبه السماق بيدي الطعم الجميل جدا
ومزازة كده حلوة. لما هتجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. خلاص، السماق هو بنحطه في الاخر خالص، يعني بعد البصل ما يدبل وكل حاجة. وبعد كده بنحط الفراخ بتاعتنا، ننزل بيها. قلب بقى كويس، نخلط كل الكلام ده علشان ياخد الطعم الجميل جدا والتتبيله الرائعه اللي احنا حطيناها. فتحت بقى الحله بتاعتي اللي كان فيها الكسكسي، قلبت كده لقيته هو خلاص تمام كده بقى زي الفل اهو معايا، وطري وشرب من الشوربه. بصوا ما بقاش فيه شوربه خالص اهو. بصوا، هزود له كمان بقى معلقه شوربه واولع النار عليه. ادي نص معلقه، ناخد له كمان معلقه بس كده، وولعنا النار عليه وهنسيبه كده 5 دقايق بس ونطفي عليه ويبقى تمام التمام. هكون محمره شويه مكسرات احطها على خلطه الفراخ دي اهي، ونقلبها كده. طبعا الخطوه دي اختياري مش لازم، لكن انا بعمل الحاجه يعني على اصولها. حابه تحطي مكسرات، حابه مش حابه خلاص براحتك. خلاص، وهنجيب الطبق ونغرف بقى الاكله الجميله بتاعتنا. احنا خلاص غرفنا الكسكسي بالمسخن. طبعا شكل الطبق بيغني اني اقول اي حاجه، مش عايز اي كلام، والطعم حكايه. لازم تجربوه يا جماعه، وخاصه في العزايم. لو عملتي عزومه وعملتي فيها الكسكسي بالمسخن هتلاقي الاقبال عليه غير طبيعي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد، وهستنى تعليقاتكم. يا ريت تجربوها وتبعتولي الأخبار، إن شاء الله هتعجبكم جدا. ودي كانت طريقة عمل الكسكسي بالمسخن بأسهل طريقة مع ميم.